الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. فضيحة الحمار سليم سليم. إخواني، هذا إخواني هارب ومدلس مراوغ. سوف أثبت لكم الآن أمامكم صوت وصورة لهذا الهارب. يقول تهدده بطرد مع أنه قال حقا. قلت لا تحكي شيء، أنت ما تعرف شنو. طب على قناتي باليوتيوب وشوف فضايحه. يقول قناتي وما علاقتي بك، إن كان لديك قمر صناعي. انظر أخواني، أنا سوف أثبت لكم. يقول تقول أن الأشاعرة مسلمين وهم أنفسنا، ليش تكفر رموزهم؟ قلت لا أكفر رموزهم، ولكن لا نقول بالإيمان، لا أكفر. الآن أجبت. انظر أخوان، يقول لا تكفر رموزهم ويتبعون سنة رسول الله الخلفاء الراشدين. طبعا إخوان، طبعا شلون يراوغ؟ يقول لا نكفرهم لأنهم إخوتنا في الدين، أما الوهابية هم كفار لأن عقيدة الوهابية جاءت منذ 200 سنة فقط. يقول هل أنت أخي؟ انظر إخواني، هل أخي من يلعن الصحابة؟ إذا ثبت بالدليل والبرهان أن فلان ملعون نلعنه، ولكن أصلا لا نلعن برموز، يعني يعني أمام الناس، ولكن إن ثبت أن فلان ملعون يتم لعنه. هل أخي من يكفر أبو بكر وعمر؟ أنا لا أكفرهم، ولكن لا أقول بالإيمان. وعثمان بن عفان لا أقول بإيمانهم. هل أخي من يلعن هل أخي من يلعن أم المؤمنين عائشة؟ أنا لا أقول بإيمان عائشة، ولكن لا أكفرها. هل أخي من يرمي أمنا عائشة بالفاحش؟ والله كذبت، والله أنا لا أقول بأنها زانية، والله العظيم أن عائشة وزوجتي نوح ولوط وكل أزواج الأنبياء منزهات من الزنا إكراما للأنبياء عليهم السلام، إكراما من الله لأنبيائهم عليه السلام، لأن هذا احتراما من الله لهم. هل أخي من يرصع بالذهب قبر أبو لؤلؤة؟ وأنا ما هو دخلي بأبو لؤلؤة، ما هو دخلي به، أنا ليس دخلي بأبو لؤلؤة. هل أخي من يعدم إخواننا السنة في إيران؟ والله كذبت، نحن نعدم الوهابية السلفية، أما السنة الأشاعرة والماتريدية وفضاء الحنابلة لا، أخوتنا، لكن السلفية هم كلاب لأنهم كفروا أمة محمد. قلت له ومن قال أنك سني؟ الآن سنعرف إذا أنت سني أم لا. انظر أخواني، يقول من قال لي أنك مسلم أنت تكفر رموز الله؟ والله أخواني أجبته. لما تكفر الإسماعيلية؟ قلت هل تكفر من يتوسل، من يستغيث برسول الله؟ انظر أخواني، قلت ألم أقول لك أنك وهابي كافر؟ انظر أخواني حتى ترون بأنفسكم. يقول عندما تجيبني وهل أنت تكفر من يتبع أهل البيت؟ قلت أنا لا أكفر أي مسلم، فقط الوهابية لأنهم ليسوا مسلمين. هل تكفر من يستغيث ويتوسل برسول الله؟ أجب. يقول هل عمر وأصحابه رسول الله؟ قلت أنا لا أكفر. انظر إخواني كيف ألجمته، قلت له أنا لا أكفر أبي بكر وعمر وعائشة يا أحمق، لا أكفرهم، ولكن لا أقول بالإيمان، لا أقول بإيمانهم. المهم قلت إنك تكفر الوهابية فقط، ليش تكفر الخلفاء؟ عجيب، وهل أنا أكفر؟ انظر إخواني كيف يراوغ. أنا أجبته، قلت لا أكفر، ولكن لا نقول بالإيمان. انظر إخواني كيف يراوغ. انظر هذا كلام. انظر إخواني حتى ترون الوهابية كيف يدلسون. انظر إخواني كيف هم جبناء. وأنا أكرر سؤالي، يقول نحن نتكلم عن الأصول ليس الفروع، أنت تكفر رموز أشاعرة 11 مسألة. قلت وهذه من الأصول وهو التوحيد. هل تكفر من يتوسل ويستغيث في رسول الله؟ هل التوحيد تكفر من يتوسل ويستغيث في رسول الله؟ هذا التوحيد. أهم شيء التوحيد. الوهابي عندما ترجمه بالتوحيد، قلت الحوار مسجل، هل التوحيد تكفر من يتوسل ويستغيث برسول الله؟ أجب.
يا أنت يا رجل أجب إذا أنت رجل. يقول انظر أخواني، يقول أنت متناقض، أنت تكفر رموز الأشاعرة. أنا لا أكفر. أما إذا ثبت أن فلان ملعون فهو يستحق اللعن. اللعن موجود بالقرآن، ولكن لا أسيء لمعتقدات الآخرين، ولكن إن ثبت أن فلان ملعون يستحق اللعن بالأدلة والبراهين طبعا. مو رأسا أروح فلان رأسا أناقش ورأسا قبل ألعن، لا حبيبي، هذا مو معتقدات أهل البيت. المهم إخواني، قلت له أجبت الكثير عن سؤالك، الآن أجب عن سؤالي يا هارب. ينظر أخواني، يقول سأنزع لك التقية، تدعي أنك تحب أهل السنة. انظر أخواني سؤاله كيف يراوغ. يقول سنفرض. انظر أخواني كيف يريد أن يصير ذكي لكنه حمار لا يدري مع من يلعب. يقول أنت متناقض، أنت تكفر رموز الأشاعرة، أنا لا أكفر، وتلعن رموزهم إذا فلان ثبت أنه ملعون، نعم ألعنه. ونفرض أن شخصا دخل الإسلام، سنفرض دخل حنبلي، ما هو حكمه؟ قلت مسلم. تقول عنه مسلم. نفرض إن قال إنه قال لك زوجني، هل ستزوجه متعة؟ قلت نعم أزوجه. أي. كيفه؟ يلا وعلى مودك. انظر أخواني، وأنا أسأل وهو جن لا يقدر. انظر أخواني كيف يقمز. أنا أصدق أنت تكفر ما يتم على البيت، أقصد اسمع. انظر أخواني كيف يقمز، كيف إجاباته صعقته صعقا. جن الرجل. انظروا أخواني، انظروا أمامكم. انظروا أخواني، انظروا. وأنا أسأل أكرر بسؤال، هل التوحيد تكفر ويتوسل ويستغيث برسول الله؟ انظروا أخواني، انظروا للمرة الأخيرة ولا طلعت. قلت لا تغضب، أجب فقط. قلت سوف تطلب من لا تجيب. واحد يقول دينك هشيش، لا تكفيها ستطردني. 1 2 3 لما تكفر الخلفاء والصحابة؟ أنا لا أكفر. أنا أجبته أخواني بالتعليقات الأولى. قلت لا أكفر أبي بكر وعمر وعائشة يا غبي، وأنا أجبته. قلت الآن ستطرد مع فضيحتك على اليوتيوب. أجب سأقولها، لما تطردني؟ ألم تقل لك الحنابلة أخوانك؟ انظر أخواني، أنا أكرر المرة الأخيرة ترد، أقسم بالله لم تجبني. أنت تقول الحنابلة أخوتك في نفس الوقت، رموا هذا دقيقة. قلت ولأنك تهربت سوف أطردك. إنك حق الرجل المسلم، إن كنت حق الرجل المسلم فأجب ولا تهدد بالسلاح الطعن. جبناء، كيف ستنتصر لدينك وأنت تكفر رموز الحنابلة وتدعي أنهم أنفسك؟ والله أنا لا أكفر، وأجبتهم إخواني هاي. قلت والجواب أجبت 100 مرة، لا أكفر رموز إخوان السنة، ولكن لا أقول بإيمانهم. وتم طردك. هذا الذي حدث إخوان. ارقد بسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بحق محمد وآل محمد، وأن يحشرنا معهم. وهذا وصلى الله تعالى على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أخوكم عزيز وهاب بن صالح الكرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.